من صور الظلم في المال ومن صور تعدي المسلم على مال أخيه بغير الحق هو عدم العدل بين الأولاد بالعطاء. وكلنا يحفظ حديث البشير حينما أعطى ولده النعمان عطية وأراد أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العطية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعطيت سائر ولدك مثل ما أعطيته؟ هل أعطيت أولادك البقية وبناتك مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فإني لا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، على ظلم. وفي رواية أخرى: ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء، أن يكونوا كل أولادك برر فيك مثل بعض؟ قال: نعم. قال: فكن لهم في العطية سواء، أعطيت هذا 100 أعطي هذا 100. حتى في القبل، إذا قبلت ولدا ينبغي عليك أن تقبل الآخر. هذا من صور الظلم. ومن صور الظلم الأخرى المنتشرة عند بعض الناس حرمان الإناث من التركة بحجة أنها بنت ضعيفة، وبحجة أن هذا المال وين بده يروح؟ إلى الصهر وإلى عائلة أخرى. احرموها من الميراث أو أعطوها شيئا قليلا من ميراثها حتى ترضى وتسامحكم، فإن سامحتكم في الدنيا فأين القصاص والحساب بين يدي الله؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ربنا سبحانه يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين، ونحن لا نريد أن نطبق منهج الله. ومن صور الظلم ومظاهر الظلم المالي عند بعض الناس أولئك الذين يأكلون الدين، اعتادوا على أن يستدينوا من الناس ويتناسوا أداء هذا الدين. يأكل الدين يعتبره غنيمة باردة، مجرد ما حصل هذا المال في جيبه فلن يخرج إلا مع روحه. هذا الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن الله سبحانه حينما يقبض روح الشهيد الذي يموت في سبيل الله، وهو الدرجة الثالثة بعد الأنبياء والصديقين، هذا الشهيد يغفر الله له كل شيء مع أول قطرة تخرج من بدنه، قطرة دم، إلا الدين. الدين لا يغفر لهذا الشهيد، ويبقى هذا الشهيد محبوسا على باب الجنة حتى يؤدى دينه. ومن صور الظلم المادي بين الناس المطل عند الأغنياء، عند أصحاب الجدة، تراهم يماطلون في أداء الحقوق المتوجبة عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، يعني المماطلة. حدثني أحد التجار قال: كنا في عهد آبائنا وأجدادنا يتعاملون بالجمعيات، فقال: إذا حل يوم الخميس وأداء الجمعية يذهب هذا التاجر أو يرسل من ينوب عنه إلى هذا الإنسان الذي ينبغي أن يدفع له هذا المال مع الاعتذار والاعتذار عن التأخير: سامحنا الله يوفقك، هذا حقك. أما الآن كما يقول التاجر، الآن يأتي هذا يا حرام صاحب الحق ليدور على أولئك الذين له عندهم حق، فيكاد أن تطلع روحه من أجل أن يخرج ما لديه من حق عندهم. هذا الذي يؤخره، هذا الذي يؤجله، هذا معنا هذا الأسبوع، تعال الأسبوع القادم، تعال يوم السبت. هذا أيها الأحبة هذا ظلم مادي، ولو كان على سبيل التأخير. تأخير الغني لأداء ما عليه من الواجب ظلم. ومن صور الظلم المادي عند الناس أو عند بعض الناس أكل حق العامل أو الأجير أو الموظف. ألا يعلم هذا الإنسان الذي لا يؤدي لموظفيه وعماله وأجرائه حقهم أن الله سبحانه سيكون خصمه يوم القيامة؟ ليس الأجير وليس الموظف، الله هو الذي سيكون خصمه، كما قال ربنا سبحانه في الحديث القدسي: 3 أنا خصمهم يوم القيامة. من هذا الذي سيستطيع أن يقف بين يدي الله يخاصمه؟ 3 أنا خصمهم يوم القيامة، من بينهم رجل استأجر أجيرا
فاستوفى منه أي عمله ولم يعطه أجراه، أو أعطاه أجره منقوصا.